النهارده هنتكلم عن أكبر كدبة كلنا بنتعرض ليها في حياتنا كمصممين أو كفنانين عموما، الكرييتيف بلوك. تخيل مثلا حبيبة راحت قعدت على اللابتوب بتاعها، فتحت الإليستريتور، عايزة تعمل تصميم حلو تضيفه للبورتفوليو بتاعها. عدت الدقايق، 5 دقايق، 10 دقايق، نص ساعة، قاعدة بص على الصفحة البيضاء، وكل ده ما وصلتش لحل أو لنتيجة ومش عارفة تعمل ايه. تيجي تقول انا عندي كرييتيف بلوك ومش عارف افكر النهارده. الحقيقه ان انت ما عندكش كرييتيف بلوك، انت عندك حاجه اسمها تشويس باراليسيس، اللي هو شلل الاختيارات. مثلا تخيل انك رحت محل مطعم اول مره تروحه، عندهم منيو فيه 120 ايتم مختلفين تقدر تختار منهم. يجي لك بقى هلع، قاعد ماسك المنيو 5 دقايق 10 دقايق، عمال تقرا في الحاجه من فوق لتحت وترجع تاني من الاول، مش عارف تختار انت عايز تاكل ايه. من الناحيه التانيه تخيل انك دخلت محل جديد مختلف برضه عشان تختار من عنده حاجه، وبصيت في المنيو لقيت عندهم 3 اختيارات بس، عندهم بيتزا وعندهم فرايد تشيكن وعندهم سلطه. في 5 ثواني اخترت خلاص انا عايز اكل ايه وطلبت الاوردر بتاعي. اللي عايزين نوصل له هنا ان على عكس الناس ما ممكن تتخيل، الابداع والكرياتيفيتي ما بتحتاجش حريه. الابداع في الحقيقه بيكره الحريه، الابداع محتاج قفص يحكمه. وعشان نبدا نفهم الموضوع ده محتاجين نتكلم شويه من الناحيه السيكولوجيه. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه فات جرافيكس، امير هوست عز حجاج، ويلا بينا. في حاجة اتعملت قبل كده اسمها الجام ستادي أو دراسة المربى. بعض المتبضعين أو الكونسيومرز داخلين علشان يشتروا شوية حاجات من سوبر ماركت، راحوا عند المربات ولقوا إن في 24 نوع مربى مختلف يقدروا يختاروا منهم. 24 اختيار. الناس اللي اتحطوا في الموقف ده في الآخر ما خدوش أي مربى، خدوا نفسهم ولفوا وراحوا على سيكشن تاني وشافوا حاجة تانية هم عايزينها. في نفس الاختبار ده وفي نفس السوبر ماركت، متبضعين مختلفين دخلوا على السكشن اللي فيه المربى ولقوا ان عندهم بس 6 اختيارات مش 24. هنا السيلز اتضاعفت، بقى في فعلا ناس دخلت واشترت واختارت من ال6 اوبشنز دول. مع ان بالمنطق ان انت عندك 24 اوبشن، يعني عندك حرية اكبر، عندك حاجات اكتر ممكن تعجبك، يعني المفروض بالمنطق نسبة ان في حاجة عجباك تزيد فتشتري. بس في الحقيقة لا، الاختيارات الكتيرة بتعمل لك زي ما قلنا تشويس باراليسيس، ما بتبقاش عارف هتختار ايه، ما بتبقاش عارف انت عايز تعمل ايه. انما الاختيارات القليلة اسهل بكتير جدا انك تبص ما بين 6 انواع وتقول ده اللي انا عايزه وده اللي انا هاخده، والموضوع خلص معاك على كده. نفس الكلام ده بيتطبق في التصميم عندنا. لما تبدأ بروجكت جديد ومعاك الوان لا نهائية تقدر تختار منها وفونتات لا نهائية تقدر تختار منها وكمية مختلفة من لاي اوتس اللي تقدر تنفذها، مش هتعرف تعمل اي حاجه. اورسون ويلس قال قبل كده ان عدو الفن هو غياب المحددات. طيب ايه الحل؟ عندنا كريتيف بلوك وعايزين نخلص منه، نعمل ايه؟ ببساطه لو محدش حط لك حدود، مفيش كلاينت حط لك حدود، فانت حدد نفسك بنفسك. طريقه السويس ديزاين، ده السبب اللي بيخلينا كلنا كمصممين بنحب الجريدز وبنعشقها. لو ما عندكش جريد في التصميم بتاعك فعندك مليون مكان تقدر تحط فيه الهيدلاين بتاعك عشان تبدأ تتكلم. لو عندك جريد معمولة من 3 كولومز و 3 روز مثلا، فعندك أماكن محدودة تقدر تختار فيها تحط الهيدلاين فين. هما مكانين أو 3 وخلاص، هتحط الهيدلاين هنا، هتحط الهيدلاين هنا، وتحط الهيدلاين هنا، وتشوف أنهي واحدة فيهم أحلى وخلاص، ده اللي عاجبني ده اللي هختاره وهمشي معاه. خلصت في ثانية. المنطق هنا بسيط، ان الجريد بتعمل لك اول 50 اختيار في التصميم، الاختيارات اللي انت بتقعد فيها فترة طويلة عشان تحدد الستايل والدايركشن اللي هتمشي فيه، وبتسيب لك في الاخر حرية بعد ال50 خطوة دول اللي وفرتهم عليك انك تقعد تحدد الجانب الابداعي اللي انت عايز تعمله. واحدة من التدريبات والاختيارات الحلوة جدا اللي ممكن تعملها في الموضوع ده علشان تعرف ازاي تكسر الكرياتيف بلوك بتاعك بعد كده، هي ليها شوية قواعد بسيطة هقولها لك دلوقتي. افتح ارت بورد جديد وهتعمل تصميم بشوية ليميتيشنز انا اللي هحددها لك. اول ليميتيشن ان التصميم بتاعك هيبقى بالابيض والاسود بس. اي تصميم ما ينفعش في الابيض والاسود مش هينفع كده كده وهو متلون. لغايه اما اللاي اوت بتاعك ما يخلص ما ينفعش تستخدم اي لون غير الابيض والاسود. كده هنبقى شلنا اول واحده من الاختيارات اللي هتعمل لك شلل، اختيار اللون. تاني قاعده ليك بس انك تختار فونت واحد فقط. هنا هنبقى شلنا الشلل من اختيار الفونت بيرنجز، فونت ايه هيليق مع ايه وايه هيستخدم للتايتل وايه هيستخدم للبادي.
هو فونت واحد بس، فونت فاميلي واحدة بس، تقدر تستخدم الأوزان المختلفة بتاعتها، هو ده هتحدده واللي هتشتغل بيه بقية التصميم بتاعك. تالت قاعدة أو تالت ليميتيشن هو ال 15 دقيقة. المطلوب هنا منك إنك تعمل تايمر مدته 15 دقيقة، وفي خلال الوقت ده الأوبجيكتيف بتاعك إنك تعمل 3 تصميمات وحشة، مش تصميمات حلوة، تصميمات وحشة. ليه؟ انك تشيل البار اللي انت حاطه لنفسك ان انا لازم اعمل حاجه اكسلنت، لازم اعمل حاجه بروفيشنال في خلال 5 دقايق. ده هيقلل عندك الخوف من الفشل، هيدي لك حريه اكبر وراحه نفسيه اكبر، وفي النهايه ده اللي هيفرق معاك في الاخر انك تعمل تصميم مناسب وكويس. فبالثلاث قواعد دول، ابيض واسود، فونت فاميلي واحده، معاك 15 دقيقه عشان تعمل 3 تصميمات. جرب كده انك تعمل التست ده وقول لي بعد ال 15 دقيقة دول لو لسه عندك كريتيف بلوك. كمان نقطة مهمة جدا وهي فكرة ان الفورمز فولوز فانكشن. ممكن تبان معقدة شوية في الأول بس الموضوع بسيط جدا. التصميم في الأول وفي الآخر الهدف النهائي منه انك تحل مشكلة عمدا، مش انك تعمل ارت. طبعا الارت حاجة أساسية كده كده في الديزاين، بس الأساس من كلمة ديزاين، حتى كلمة ديزاين معناها انك بتعمل الحاجة فانكشنال، انك بتعمل الحاجة عن قصد عن عمد انك توصلها لهدف نهائي. لما تيجي تقول ان الكرسي ده ديزايند لراحة الكونسومر النهائية، فانت بتبقى عارف ان هو كل جزئية فيه اتعملت علشان هدف نهائي عايزة توصل له، ان هو الكونسومر يبقى مستريح وهو قاعد عليه. وهنا بيجي مصطلح فورمز فولوز فانكشن. مجرد انك عملت الكرسي ده بالهدف النهائي ان هو يبقى مريح، في الاخر هتلاقي ان في شكل للكرسي طلع معاك تلقائي، هو ده الشكل اللي نتج عن الراحة اللي انت كنت بتستهدفها. طبقا للتفكير بتاع السويس ديزاين ستايل، المفروض تشيل من دماغك تفكير ان انا محتاج في التصميم ده اعبر عن نفسي. التفكير ده بيخوف، التفكير ده بيرسونال، والتفكير ده هو اللي بيوصلك في الاخر للكريتيف بلوك دي. من الناحية التانية التفكير اللي المفروض تفكر فيه، انا محتاج احط الكتله الكتابيه دي في المساحه دي انها تبقى مقروءه وواضحه وتوصل الرساله النهائيه بتاعتي اللي هي الهدف النهائي من التصميم. التصميم السويسري بيقول لك بطل تحاول انك تبقى انسبايرد، انك تبقى خدت انسبريشن وبقيت مبدع وعندك طاقه ابداعيه كده عايز تطلعها في التصميم وخلاص، لان ده من الاخر مش حاجه فانكشنال، مش حاجه سستينبل انك تقدر تعملها في كل تصميم طوال حياتك. كل يوم كام تصميم؟ الابداعيه بتاعتنا في الاخر برضو هي limited resource بتخلص، ما نقدرش نطلعها في كل حاجه للاسف. بس في حاجه تانية هتساعدك انك تعمل التصميم بتاعك بشكل حلو جدا وبروفيشنال جدا، انك تبدا تسال نفسك ايه اللي انا محتاج اعمله علشان التصميم بتاعي يبقى مفيد، ان التصميم بتاعي يبقى ليه استخدام وبيحقق الهدف بتاعه. وعلى فكره ده في الاخر اللي هيفتح لك الابداعيه، ده في الاخر اللي هيخليك تعرف تبدأ في كل تصميم كل يوم طوال حياتك. انك تبدأ بالفانكشن، انك تبدأ بالاول انا محتاج اعمل ايه ومحتاج اوصل لايه، تبدأ تحط القواعد الصلبة، تحط البادي اوف تكست بتاعك، تحط الصورة بتاعتك، وبعد ما تبدأ تجمعهم هتلاقي نفسك وصلت في الاخر للتصميم بتاعك. في خلال المرحلة دي انت قللت كمية الاختيارات اللي انت محتاج تعملها، الاختيارات الإبداعية اللي انت محتاج تعملها، ودلوقتي بعد ما التصميم اتجمع بشكل مبدئي عندك مساحة كبيرة جدا لانك تقدر تحط الابداعية بتاعتك. هنا اللي انت عملته ان انت قللت الحائط بتاع الابداعية بتاعتك. لو كان حيطة 10 متر محتاج تنط فوقيها، بعد ما مشيت ورا الخطوات دي وعملت المبادئ دي، بقى دلوقتي قدامك يا دوبة سلمة بسيطة محتاج تطلعها عشان تبقى حققت الانسبريشن وحققت الكرياتيفيتي في التصميم الجميل جدا بتاعك. وعلى رأي واحد من أكبر المبدعين والفنانين في العالم بتاعنا، تشاك كلوز: inspiration is for amateurs, the rest of us just show up and get to work. بمعنى الإبداع للمبتدئين، بقيتنا بنروح الشغل بتاعنا ونبدأ نعمل اللي احنا محتاجين نعمله. بس كده ببساطة. من الآخر المرة الجاية لما تلاقي نفسك عندك كريتيف بلوك ومش عارف تعمل ايه، ما تبدأش تدور على الأفكار، ما تبدأش تدور على الإبداع، دور على قواعد، دور على حدود وليميتيشنز تحصرك في مكان أصغر. وأول ما تبدأ تشتغل في الحدود دي هتلاقي الإبداع جاي وراك جري على طول. وكده نكون اتكلمنا عن الموضوع الانترستنج والجميل ده، الكريتيف بلوك. لو استفدتم من الفيديو ده وحابين تدعموني ما تنسوش تعملوا لايك و سبسكرايب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبس كده.